السلام عليكم اخوان الاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. موضوع اخر اللي كيهمنا جميع، كيهم بلادنا، وهو عنده علاقه بالاحزاب وعنده علاقه كذلك بالجامعه. الجامعه كما كتعرفوا بدات من سنوات، بدات كتعمل على ان هذوك الطلبه اللي كاينين تما ما بقاوش كيمارسوا واحد الحق كان مكفول داخل الحرم الجامعي، وهو واحد الحق ديال التدافع قانوني، تدافع ثقافي. كاين كيكونوا حلقيات وكيبداو الطلبه كيتعلموا من داخل الحرم الجامعي انهم يتدافعوا بشكل حضاري، يتبادلوا افكار الى اخره، وتما كتبقى اللي يقدر يقنع الاخر. تما كيمتلك الطالب القدره على الاقناع والانصات، كيتصنت وكيحاول يقنع حتى هو بافكاره الى اخره. وهنا وبهذه الطاقات اللي كتنتج من داخل الجامعه، من خارج من خارج العمل الاكاديمي، اللي التعليم اللي كيدار من داخل القاعات، هذاك جانب. وجانب اخر اللي هو كيكون في الحرم، في الساحه ديال الجامعه، كيكون هناك تدافع، كيكون كل واحد كيدلب الفكره ديالو الى اخره. كما بغات تكون الفكره، اما تكون فكره متطرفه او معتدله او من هذا الجانب او ذاك، ولكن في الاخير كنخرجوا بواحد بواحد المنتوج اللي هو صحي بالنسبه لبلادنا. وهاد الطلبه هادو اللي كيخرجوا هما كيختاروا التوجهات السياسيه اللي بغاو يمشيو ليها، في هذا من خلال هذوك الاحزاب اللي كاينين. ولكن في هذا الوقت هذا كيبان لي ان الجامعات بدلوا هذاك التدافع، هذوك الحلقيات هذا بدلوهم وغسلوا الادمغه. دابا كيديروا بحال كيديروا الغسل ديال الادمغه ديال هذوك الطلبه، بدلوهم ولا كيجيبوا لهم، كينظموا لهم حفلات وسهرات غنائيه او شي حاجه هكا، اما بالشعبي، رغم انه الشعبي راه كيبقى تراث ديالنا، ولكن الا بغى يدخل الجامعه خصو يدخل في اطاره الثقافي. ما خص يكون شي حاجه اللي كتحط منه هو وما كتحطش من الجامعه، المستوى ديال الجامعه ولا الهدف ديال الجامعات. هذا جانب اخر هو الاحزاب. هاد الاحزاب هادو عوض انهم يستقطبوا لنا طلبه او متخرجين من الجامعات اللي كيكونوا على مستوى من العلم وعلى مستوى من الثقافه وعلى مستوى من التواصل اللي كياخذوه في الجامعات، في هذوك الدفعات اللي كيقدموها من خلال الافكار اللي كيدليو بها في داخل الحلقيات. الان الاحزاب توجهوا لحاجه اخرى، وهما توجهوا لصحاب الشكاره، فلوس، اللي غيجيب لي الاصوات بالفلوس. وكذلك ومن خلال هاد الناس ديال الفلوس راه شفنا بان كاين متابعات قضائيه في حق الناس، اما ناس اختلسوا الاموال او كيديروا التبييض او كيبيعوا المخدرات، او كاين متابعات. هنا كنشوفوا هذا الشيء التاثير ديالو على الجو العام اللي كاين دابا في المجتمع المغربي، على الدوله ديالنا وعلى المجتمع، راه كاين تاثير خطير. دابا حتى القانون دابا شكون اللي باقي كيامن به؟ قليل. وإلا كنتي كتامن بالقانون وكتدافع عليه غيجروك ويديوك. اذا هذا انا كنشوف من
خلال حتى نقاشات مع طلبه ولا هذا تيبان لي ان يعني الطلبه الله يكون في عونهم ما خداو والو، ما عندهم حتى شي باكاج، ما ولو انهم مثلا مشاو بغا ينخرطوا في عمل سياسي ما عندهم ما يعطيو، لان ما خداو والو، ما تعلموا والو. اذا لهذا إلا كان ممكن نعاودوا النظر في هذا الشيء، لأن بلادنا ما عرفت يعني الناس جرونا دابا يعني الفلوس، بغيتي السياسة ولا بغيتي تحكم ولا بغيتي يكون عندك الفلوس ودير اللي بغيتي، وهذا راه خطير بالنسبة لبلادنا. كنخافوا كنهضروا على بلادنا وكنخافوا عليها. إذا هذا ما كاين، وإلى الملتقى في شريط آخر.